ممكن أبدأ من الصفر إلى اللانهاية. صلاح ابن قرية نجريح في مصر بدأ حلمه من شوارع بسيطة إلى ملاعب أوروبا. تحدى الصعاب وانتقل من المقاولين العرب إلى بازل السويسري عشان يشق طريقه نحو القمة مع ليفربول. اجتهاده، تواضعه وإصراره جعله أيقونة عالمية ومصدر إلهام لملايين الشباب في مصر والعالم كله. وخلى كل واحد مصري في المجال بتاعه يحلم أنا ممكن أوصل، ممكن أحقق أحلامي. هنا بازل المقاطعة السويسرية، هنا بدأ حلم الملك المصري محمد صلاح. صلاح كان زيك بالظبط وعاش نفس تجربتك. أول ما جه بلاد الغربة ما كانش بيتكلم سواء إنجليزي أو ألماني، ده غير برضه أوروبا اللي مختلف كتير عن شمس مصر الذهبية، واختلاف أسلوب اللعب والقوة البدنية في أوروبا والعقلية كمان. لكنه تحدى كل ده، اجتهد ولعب في أندية عالمية كتير زي روما وفيورنتينا في إيطاليا، تشيلسي، لحد ما وصل إنه بقى ملك ليفربول. هو كان بيتمشى في الشوارع دي، هو صدق حلمه، هو وصل لفوق العالمية وخلى كل واحد مصري في المجال بتاعه يحلم أنا ممكن أوصل، ممكن أحقق أحلامي، ممكن أبدأ من الصفر إلى اللانهاية. إنجازات مذهلة مع ليفربول: دوري أبطال أوروبا 2019، دوري إنجليزي 2020 بعد غياب 30 سنة، حذاء ذهبي 3 مرات مع ليفربول. أسطورة حية في تاريخ نادي ليفربول. ممكن أبدأ من الصفر إلى اللانهاية. الملك المصري بدأ من الشوارع دي، محمد صلاح، فخر العرب.